البنات، جيت نعلق على بالكم يا اخي. انا كي كثروا التعليقات نجي ونشوف باللي يعني الاكثريه من التعليقات هضروا على هذاك الموضوع. نجي نوضحوا في فيديو قصير. ليه راهم يقولوا البكبوكه ما تجيش بالقرعه، ما تجيش باللفت تجي بالقرعه، وما تجيش بالكرويه تجي بالكمون. اولا ماشي سيونس اكزاكت هذا يا طياب، هذه وحده. وثانيا ماشي القران لا يحرف، كل وحده طيبه على حسب واش هي حابه واش يحبوا ولادها في الدار. هذه ثانيا البنات. وثالثا حنا في العاصمه نديروها بالقرعه واللفت، ولا باللفت وحدها ولا بالقرعه وحدها. وماما بكري كانت تقول لي، هذه دايوغ لا غاسات تاعها، تقول لي يا بنتي اللفت تقلع لي دام هذيك الشحوم تاع الدواريتو، تنحي لي دام، تنحي وتجي الماكله هايله وحلوه، وتجي فور وبنينه، وتجي المرقه عاقده الله الله. وتقطعي لها من الفوق حشيش مقطفه، وديري لها القارص الله الله. ولا ديريها وحدها غير بالحميصه، ولا ديريها بالريه والمصارن تخلطي لها، كل واحد كيفاش. المهم كل واحد والماكله تاعو يا البنات. حنا صحاب الساز هكذا، صحاب العاصمه، وعلى بالي كاين بزاف انا عاصميات اللي يديروها سوا بالقرعه ولا باللفت، سوا يخلطوا لها سوا ما يديروهاش كامل، يديروها بالحميصه. فوالا البنات، طابت وهاي جات ما شاء الله باللفت. لحت لها الله الله من الفوق الحشيش، وجات عاقده. انا نحبها هكذا عاقده. جات